هو أنا باشتغل ليه؟ سؤال دايما بنسأله لنفسنا واحنا نازلين كل يوم الصبح. أنا باشتغل ليه؟ هل أنا علشان محتاج فلوس، ولا علشان أحقق ذاتي، ولا علشان ما اقعدش عاطل والناس تقول عليا ما بشتغلش؟ أسئلة كتير وجودية بتيجي في دماغنا كل يوم الصبح، ولكن في سؤال مهم جدا لازم تسأله لنفسك وانت نازل الصبح. هل انا مبسوط بمكاني ولا لا؟ مبسوط في شغلي ولا لا؟ اللي انا بعمله ده بيحقق لي حاجة؟ بيحقق لي انجاز؟ بتقدم؟ ببقى احسن؟ ببقى اعلى ولا لا؟ لازم كل واحد فينا يعرف هو عاوز ايه. ولو انت مش فاهم ان انت اهم حاجة انك تكون مبسوط عشان تدي المكان اللي انت فيه، يبقى عندك مشكلة. مش المهم ابدا انك تخلص شغلك، ومش مهم ابدا ان يجيلك فلوس وبس. المهم ان انت تكون سعيد ومبسوط، لان انت لو مش سعيد ومبسوط والشغل ده بياخد منك ومن وقتك ومن حياتك ومن تفكيرك ومن مجهودك، هتلاقي نفسك في يوم مرة واحدة وقفت، الباور خلص، انا مش قادر ان انا اكمل. يعني ليه اجبر نفسي ان انا اشوف ناس مش حابة اشوفهم كل يوم؟ ليه اقعد مع ناس انا مش حابة اقعد معاهم اصلا، ولا اتعامل معاهم ولا اتكلم معاهم؟ ممكن يبقى عندك ضغوطات في الشغل، ممكن مدير رخم يرخم عليك، ممكن حد من اصحابك يكون عصفورة، ولا بيعمل لك مشاكل عشان غيران منك مثلا. ممكن تكون شغال سيلز والعملاء رخمين وعميل يرخم عليك او يشتمك، او يشتمك انت وشركتك وانت اصلا مالكش ذنب. فتلاقي نفسك يوم ورا يوم ورا يوم، انا ليه بيحصل معايا كده؟ يعني انا ليه بتشتم، ولا ليه بتهزق، ولا ليه متضايق؟ انا المفروض ابقى مبسوط. فلو انت وصلت للسؤال ده او للمرحلة دي، انا بنصحك ان انت تغير كارير. يعني ايه؟ شوف شغلانة تانية، طبعا لو في امكانية، لان في ناس يعيني ما عندهمش اوبشن ان هم يغيروا، او ان كذا شغلانة او كده. ففي الحالة دي هقولك اتأقلم ولحد ما تلاقي اللي انت حبه، او لحد لما تلاقي حاجة احسن. ولكن انت لو عندك اختيارات، انا بقولك امشي من المكان ده فورا. امشي من المكان اللي يسبب لك ألم وضغط نفسي وزهق وبياخد من وقتك ومن عمرك ومن تفكيرك ومن حياتك، وبيأثر على حياتك الشخصية وبيأثر على بيتك. غير واخرج من الكبت ده، واشتغل، اعمل حاجة بتحبها.